بسم الله. انا دلوقتي بقطع اعلى حاجه في الشجره اللي هي دي بيطلع منها التقاوي او البذور اللي بنعيد زرعها مره تانية. فدي كل ما بسيبها كل ما الشجره بتتطفى، فعشان الشجره تبقى خضرة ونعيد لها يعني رونقها ومنظرها الحلو، فلازم اقص الجزء الفوقاني ده عشان تبدا تخضر تاني وتبقى كويس. ويا رب يا رب تفضلوا كده برونقكم وبهابكم ومحد يحاول يطفكوا ابدا. انتوا عارفين من اوحش الصفات اللي موجوده بين الناس هي الحقد والغل، ان حد يشوفك كويس تلاقيه بيغل، بيحقد عليك، بيتمنى زوال نعمتك، نفسه يشوف فيك اي حاجه وحشه عشان يفرح. يعني الغل ده صفه سيئه جدا، ربنا جعل منها دعاء: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لأن ده من أبشع الصفات اللي ممكن تكون في بني آدم. والغل ده مش هيعود على اللي انت بتغل منه، لا ده هينقلب عليك انت، هيترد لك انت بمرض، بضغط، بسكر، بحالة نفسية. ليه؟ عشان انت مش مقتنع بالرزق اللي ربنا عطيهولك. يعني اللي بيغير منك وبيحقد عليك ده نفسه يروح لكل حد بيحبك وشايفك كويس ويقول له لا ما تحبوش، ده وحش، ده في كذا كذا انتوا ما انتوش شايفينه صح، لا ما تحبوهوش. يعني اخوات سيدنا يوسف عشان غيرانين منه فعايزين يقنعوا اللي قدامهم بأي حاجة. يعني اخوات سيدنا يوسف عشان يقولوا لنفسهم سبب مقنع بيقولوا سيدنا يوسف أحب إلى أبينا منه، مع إن الأب كان بيعاملهم كلهم زي بعض، بس دي بقى هنا الغيرة، وكان ده سبب إن ممكن يؤدي لسيدنا يوسف إن هو يموت. يعني قالوا اقتلوا يوسف، وبعدين رجعوا قالوا لا بلاش نقتله، نرميه في البير. الله، ده ما هي نتيجة واحدة، كده كده هيموت، بس لولا الناس اللي شالوه كان هيموت. يعني الغيران منك وحكت عليك دي استحالة يهنيك مهما انت وصلت لأي حاجة كويسة، استحالة يهنيك. وحتى لو حاول يهنيك بمان على وشه الغيرة والحقد، هو مجرد بس يعني ايه قدام الناس. ولو انت قاعد في مكان وكل اللي قاعدين حابينك وقاعدين بيمدحوا فيك وفي قد ايه انت انسان كويس وبسيط وجميل، ولو غلطت غلطة صغيرة خالص محدش بيركز فيه، هو ممكن يقعد يضحك ويقعقع ويبقى فرحان قوي وسعيد زي ما يكون بيقول للناس بصوا ده غلط قال ايه، لا مش حلو زي ما انتوا شايفين، وبيتمنى ده بيسعى ان هو ينخور ويحاول يسمع اخبارك الوحشه، انت قد ايه تعبت، انت قد ايه عيات، انت قد ايه خسرت، عشان يطلع طاقه الحقد والغل اللي جواه. فدايما البني ادم الحقود ده ممكن يقعد معاك بيحاول ياخد منك اي فكره، اي حاجه انت مميز بها. ليه؟ عشان يقوم طلع قدام الناس ده حبوني انا شوفوا انا عملت ايه، مع ان هي فكرتك انت وده اجتهادك انت، بس هو عايز يطلع باي حاجه منك يظهر بها قدام الناس. فاي انسان يقابلك بنفس الطباع دي مش هنقول خصمه عشان الحرام والحلال، لا حجم العلاقات فورا، حجم العلاقات وخلي في حدود، وما تسمحش لاي انسان على وجه الارض انه يخسرك صحتك النفسيه، ولا تسمح لاي موقف ولا اي شخص انه يهز شخصيتك او يشككك في نفسك، لان طول ما انت صحتك النفسيه وواثق من نفسك وانت بخير انت فعلا بخير. احنا بالبلدي بالفلاحي بتاعنا يعني دايما نقول ايه، ربك رب قلوب، يعني ربنا مطلع على اللي في قلبي واللي في قلبك واللي قلبه فلان، يعني بمعنى استحالة ان ربنا هيهودك او هيراضيك او هيسمع كلامك في ان فلان ده معاه مثلا موهبة معينة، معاه فلوس، معاه عربية، فانت حاقد عليه وغيران منه، فاستحالة ربنا هياخد الحاجة دي منه واديها لك. اذا كانك انت يا بشر استكترتها على فلان، يبقى ربنا معقول هياخدها من عبده الطيب الغلبان ده، ياخد منه الشيء ده ويديهولك؟ طبعا لا. انتوا عارفين سبب الغل والحقد هو ايه؟ هو الانا دي اللي هي نفسه، اللي هو ماشي على هوى نفسه. يعني ابليس بيقول لربنا سبحانه وتعالى انا خير منه، من ادم يعني. الانا دي اللي هي محور الابلسه والشيطنه، انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني ما حدش عاجبه حاله، ما حدش بيرضى باللي ربنا كتبه له، ما حدش بيرضى باللي ربنا قسمه له. فهي حته انا عايز ارضي نفسي دي عشان نفسي دي غيرانه من فلان، حقد على فلان، بتغل من فلان. فانت ازاي هتقابل ربنا بقلبك انت، بقلبك ده اللي فيه حقد وفيه غل وفيه حسد وفيه كراهيه وفيه سوء معامله وفيه الا من اتى الله بقلب سليم.